في حاجه بقى مفاجاه. انت عارفه ان الناس اللي عندها محفظه حمراء بتجيب الرزق، بتجيب الفلوس، أنا بتجذب الفلوس. انا ليه؟ اشتريت واحده. والناس اللي عندها محفظه سوداء تمام كلها ورق ابيض، يحطوا ورق ويحطوا مش عارفه ايه ويحطوا، ما فيهاش فلوس، فاضيه من الفلوس المحفظه السوداء، لان الاسود لون مائي رايح جاي مش مستقر، لكن الاحمر اعلى تردد في الالوان، فبالتالي تعالي نشوف الفلوس معموله من ايه. الفلوس معموله من خشب، صح؟ الخشب والنار حبايب، الطاقه بتاعتهم حلوه. المحفظه حمراء ناري، والفلوس من الورق اللي هو الشجر. لما الشجر علاقته ايه بالنار؟ بتحطي الشجر عشان تولعي فيه، بيديكي دفى، بيديكي طاقه نار، فدي حاجه حلوه. فبالتالي لما يكون عندي الفلوس معموله من الخشب يبقى لازم المحفظه تكون حمراء، تردد عالي قوي. فتلاقي الناس اللي عندها محفظه حمراء تمام فلوسها بتكتر، محفظه موف فلوسها بتكتر، او بتخلي الفلوس فيها كويسه. والتركه بقى اللي جوه، نعمل زي جدتي زمان كانت تحط مرايه وسط الفلوس. نعمل ايه؟ مرايه. مرايه؟ اه المرايه بتعمل ايه جوه المحفظه؟ المرايه بتزود. مش انت لما يكون عندك حاجه زي الدولاب الفضيه بيحطوا فيه مرايات علشان الحاجات الغاليه تزيد؟ لا يا شيخ، امال ايه؟ انا دي ما سمعتهاش قبل ايه كده. رايك بقى؟ والله برافو. دايما لما يكون معانا فلوس ممكن نحط مرايه صغننه، المرايات اللي بيبيعوها الصغيره دي، يا اما نحط حاجه عاكس. في ساعات بتبقى فيزا كارت او كارت او حاجه بتلاقي عليها كده لون شفاف، تيجي تبصي عليه، هي ورقه تبصي عليه تشوفي نفسك فيه، فمعنى كده مرايه. فلما احطها في النص وسط الفلوس